تعالى اقول لك بقى، لو عندك هنا بتنجانتين تعالى اقول لك ان احنا هنغدي بيهم البيت كله النهارده. ايوه، سمي بالله بس كده وصلي على رسول الله. وكمان ما تنسنيش يا قمر في لايك وشير للفيديو، جزاكي الله كل خير. اول حاجه عندي هنا حوالي نص كيلو من البتنجان، هبدا ان انا اغسله كويس واقطعه مكعبات زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هبدا كده احط عليه شويه من الملح واقلبه كويس قوي واركنه على جنب. هجيب هنا كمان عدد 2 بطاطس زي ما انتم شايفين كده. والله زي ما انتم شايفين مفيش غير هم البطاطسيتين دول، وزي ما قلنا هنأكل البيت كله. هبدا زي ما انتم شايفين كده، هبدا برضو ان انا اقطعهم لمكعبات زي البطاطس زي البتنجان بالظبط. تمام كده. طيب بعد ما برضو هقطع البطاطس لمكعبات زي ما انتم شايفين كده، هبدا برضو هنا احط عليها ميه واركنها على جنب. خلصناهم كده. طب عندي هنا كمان قرنين من الفلفل، هبدا برضو اقطعهم مكعبات كده بالشكل ده، او قرون فلفل لو انت عايزه اللي هي السبايسي الرفيعه. تمام. هبدا هنا بقى على النار، عندي حله تسخن كده وهنزل فيها معلقتين كبار من الزيت، وهنزل فيها ببصلايه كبيره مع فصين توم مفرومين في الكبه ناعم. وهبدا اول ما ياخدوا لون تصفر بس كده، بعد كده هبدا ان انا انزل عليها بنص كيلو من العصير الطماطم بالشكل ده متصفي وزي الفل. هبدا بقى انزل هنا بشويه من الكمون، شويه من الفلفل الاسود، ربع معلقه صغيره من السكر، وهظبط الملح بتاعنا، وكمان معلقه صغيره كده من المرقه الفوريه، وده اختياري ليكي طبعا. هسيبها بقى تتسبك خالص على النار. وبعد كده هنزل هنا عندي زيت ساخن بقى، هبدا هنا احمر البطاطس بتاعتنا بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. هبدا احمرها لغايه لما تاخد اللون الاصفر الجميل ده، وتبقى زي ما انتم شايفين بجد خطيره ومقرمشه معانا ولونها جميل جدا. هبدا بقى هنا اطلعها على ورق المطبخ بالشكل ده كده، ووراها على طول هبدا كمان اقلي مكعبات البتنجان بتاعنا. عايزه اقول لكم يا جماعه الاكله دي خطيره جدا جدا، وطبعا معظمكم خلاص عرفتوها. اكتبوا لي بقى في الكومنتات، سهله وخطيره واقتصاديه نوعا ما وحاجه كده بجد تحفه. بقى بعد ما حمرت خلاص البتنجان زي ما انتم شايفين كده، هبدا بقى برضو هنا انزل بيه مكعبات الفلفل اللي احنا قطعناها زي ما انتم شايفين كده. ده فلفل سبايسي براحتك خالص، لو انت برضو عايزه اي نوع فلفل تحطيه. طيب بعد كده خلاص حمرت كل المكونات بتاعتنا اللي كانت عايزه تتحمر. هبدا هنا بقى الصلصه بتاعتنا هنا زي ما انتم شايفين كانت اتسبكت وجميله ولونها حلو جدا. انا كنت هحط لها بابريكا او صلصه، بصراحه لقيتها مش مستاهله يعني. تمام. هبدا بقى عندي صينيه هنا على النار، هنزل فيها بقى كده باول حاجه مكعبات البطاطس، وبعد كده هنزل بمكعبات البدنجان زي ما انتم شايفين كده، ووراها هنزل بمكعبات زي ما انتم شايفين الفلفل. وهتنزلي بقى على كل ده يا ست الكل بالصلصه زي ما انت شايفه المتسبكه. عايزه اقول لك قد ايه وصفه سريعه وجميله، وبالطريقه دي بتسهل عليكي وقت ومجهود، والمسقعه كده بتكون زي ما انتم شايفين كده ماسكه نفسها، ومكعبات مش بتبقى مهريه في بعض وبتبقى خطيره. بصي بقى خلاص هسيبها على النار وغطي عليها حوالي 5 دقايق كمان 10 دقايق بس تاخد ودي كده وتشرب من الصوص الجميل ده. والف هنا وشفا، تقدميها بقى مع سلطه او ليمون معصفر وبالف هنا.